مدير فني تركوا بصمات فنيه على الكره المصريه يعني شايف بصفه عامه. ان القوام اللي موجود بالاستقرار ده هو اللي مدي الانطباع ده، لكن انت شايف ان مارتن يول نفسه عنده الافضل من كده يقدمه للنادي الاهلي؟ اكيد انا لسه ما شفتش اسم مارتن يول ونجوميه وشهره مارتن يول من الناحيه الفنيه، خصوصا في الماتشين بتوع دوري ابطال افريقيا قدام بطل تنزانيا. يمكن الاهلي ما عجبنيش اداء فريق النادي الاهلي، خصوصا في مباراه العوده اللي اتلعبت هنا في مصر. لسه مارتن يول انا مستني منه اكتر من كده، بياخد مبلغ كبير جدا، هو الاغلى بين المدربين المصريين. اسمه شهرته كان بيدرب انديه كبيره جدا في الدوري الانجليزي، لسه ما شفتوش على الرغم من استقرار التشكيل، على الرغم من استفاقه عدد من اللعيبه. هو التشكيل ده اغلب، لا واخد بالك التشكيل ده هو اللي كان موجود بيلعب بيه الكابتن زيزو كويس. غالبا هو اغلب يعني او اغلب التشكيل اللي كان بيلعب بيه الكابتن فتحي مبروك. قبل كده بيسيرو كان بيلعب بنفس التشكيل دوت. هو ده تقريبا ال 15 او ال 14 لعيب اللي كل المدربين اللي دربوا النادي الاهلي الموسم دوت هم اللي بيلعبوا بيه. طب ده كده يحسب للراجل اكتر النتائج دي. ما هو النتائج النادي الاهلي كان ماشي بشكل كان يعني مميز. النادي الاهلي راكب الدوري من الاسابيع الاولى في البطوله. مش عايزين ننسى ان كان في هزات فنيه واجهت فريق نادي الزمالك، وبناء عليها فقد نقط سهله جدا في الدوري، هي دي اللي وسعت الفارق مع النادي الاهلي. ولكن بيسيرو كان بيلعب بنفس التشكيل تقريبا. كان يعني ايه هو التغيير اللي حصل في التشكيل النادي الاهلي بين مارتن يول وبين بيسيرو؟ كان تقريبا هو ده نفس التشكيل. طب ليه النتائج هنا يعني كان فيها برضه نوع من التذبذب؟ هو التوفيق وعدم التوفيق، بس التوفيق وعدم التوفيق من وجهة نظري، بدليل ان الماتش الاخير بتاع البطل تنزانيا 2-1 في الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة كان فيها جانب كبير جدا من التوفيق. انا مش عايز اقطع في مارتن يول، ولكن حتى مباراة الذهاب امام يانج افريكانز الاهلي ادى بيها برضه بشكل كان المفروض ان طبيعي ان الاهلي يكسب يانج افريكانز في مباراة الذهاب. النادي الاهلي تقدم بهدف في مباراة الذهاب وفجأة هم اتعادلوا. فجأة بدأنا نحط ايدنا على قلبنا، يا رب ما يجيبوش 2-1، يا رب ما يجيبوش اهداف تانية، رغم ان كانت المباراة يعني للوهلة الاولى تقول ان خلاص الاهلي ركب الماتش، الاهلي يخلص الماتش ده في هناك في تنزانيا في دار السلام بالزبط. يخلص 1-0 على الاقل التقدير لو الدنيا اتظلمت، او 2-0 للنادي الاهلي. المهم كانت المفروض ان النتيجه تبقى لصالح النادي الاهلي اكتر، اللي هو فكره الفوز، مش فكره ان انا رايح احقق التعادل 1-1، لا اللي هو فكره الفوز، لان ده النادي الاهلي اسمه مرعب لكل الانديه الافريقيه وجماهير الافريقيه. ده النادي الاهلي رقم 1 افريقيا في التصنيف الدولي. النادي الاهلي بيمثل الكره المصريه، اغلب منتخب مصر دلوقتي من النادي الاهلي، وعشان كده انا ما كنتش راضي عن الماتشين. الماتش اللي في دار السلام والماتش اللي هنا في شايف ان الاهلي عنده افضل بكتير. كان المفروض نكسب، يعني كان النادي الاهلي كان من المفترض ان هو يكسب هناك ويكسب برضه هنا بنتيجه كبيره، ما تحطش الجماهير تحت الضغط العصبي اللي اتحط فيه الفريق، وخصوصا في مباراه العوده. يمكن عندي خبر عاجل دلوقتي برضو. كبير كشافي ستوك سيتي يتابع رمضان صبحي في لقاء الاهلي امام دجله. يمكن اسمه كيفن وهيحضر القاهره خلال الساعات المقبله وهيبص على رمضان، ورمضان بقى مطلب يا استاذ محمد. يعني ناس كتير بتبص وناس كتير شايفها، لان هو نمسك الخشب مستواه السنه دي بشكل مميز. هو بس ستوك سيتي مش من الفرق المقدمه يعني هو بينافس على الهبوط دايما. فانا نفسي رمضان، طبعا الدوري الانجليزي سواء فريق في المؤخره او فريق في المقدمه هو افضل بكتير طبعا لاي لعيب مصري انه يلعب فيه من الدوري المصري، لازم نتكلم بصراحه. انا اتمنى ان رمضان صبحي يلعب في نادي اكبر من كده، امكانياته اكبر من ستوك سيتي، ممكن نعتبرها خطوه. ستوك سيتي كده حط نفسه يا استاذ محمد في الوسط، ويمكن حتى القيمه الماليه لستوك سيتي يعتبر الثامن في الدوري الانجليزي من قيمه، يعني ابتدى يبقى فيه التطوير. يعني ده الكلام ده فعلا كان موجود بس ابتدوا من السنه اللي فاتت شويه، لسه ما بانش التطوير ده، لكن هم بيحطوا ايديهم. يعني انا اتمنى رمضان صبحي انه يلعب في انديه اكبر من كده، ولكن ممكن نعتبرها خطوه
في بدايه مشواره الاحترافي زي محمد صلاح والنني بداوا في بازل السويسري، وكانت محطه ليهم عشان يعرفوا الانديه الاوروبيه عليهم. وبدا دلوقتي محمد صلاح ومحمد النني من اكبر اللعيبه اللي موجوده ومن نجوم الدوريات الاوروبيه سواء في الدوري الايطالي او الدوري الانجليزي. بس يعني اتمنى ان الامور تسير على ما يرام، اداره النادي الاهلي توافق على فاهم كلامك ايه اللي انت شايف امكانيات رمضان كبيره اكبر فانت واحنا شايف احنا طموحنا بالنسبه لرمضان صبحي اكبر بكتير ان هو يلعب في فريق ستوك سيتي، ولكن لو كان خلاص هو ده بس يعني الامور تخلص. واتمنى ان اداره النادي الاهلي برضو ما تغليش في طلباتها الماليه بالنسبه لرمضان صبحي. نفسنا نشوف يعني لعيبه، عندنا لعيبه مميزه جدا سواء في الاهلي او في الزمالك او في الاسماعيلي يقدروا ان هم يحترفوا بره في الدوريات الاوروبيه. برضو موجود لعمر جابر عرض من نادي بازل السويسري، اكيد انت اتكلمت عنه. نفسي برضو اشوف عمر جابر موجود في الدوري الاوروبي. في لعيبه كتيره هتفيد منتخب مصر وهتفيد يعني هتسوق للعيبه المصريه. خد بالك عشان العرض ده يمكن هو العرض كان جاي الاثنين في نفس المركز لعمر جابر ومحمد هاني. ويمكن برضو يعني يمكن بعض السماسرة ده كل واحد وكيل بيتدخل، بس تم التركيز على على عمر جابر والعرض الرسمي في النهايه راح لنادي الزمالك بالنسبه لعمر جابر. وبرضو لسه التفاصيل المفاوضات الماليه هي اللي معطله المساله، ولكن انا نفسي يبقى اداره الاهلي او الزمالك عندها اللي هي نقدر نقول شجاعه اتخاذ القرار انها تسيب اللعيبه زي ما المقاولين عمل، ان انت تسيب اللعيب بتاعك وطلع غيره. يعني لغايه دلوقتي احنا برضو ما شفناش في قطاع الناشئين في النادي الاهلي عنده لعيبه مميزه جدا، قطاع الناشئين في نادي الزمالك عنده لعيبه مميزه جدا. فانت لو سبت لعيبه زي رمضان وزي عمر جابر يحترفوا بره، اعتقد ان انت تقدر هتدي فرصه بعد كده، مجبر ان انت تدي فرصه للعيبه في قطاع الناشئين ان هم يبقوا نجوم وياخدوا فرصتهم مع الفيرست تيم. ده هيفيد المنتخب المصري وهيدخل برضو دخل اضافي لخزينه الاهلي او الزمالك. ادي رمضان اهوت، يعني طبعا هو اعتقد ان هو افضل لعيب في الدوري المصري الموسم دوت، بسم الله ما شاء الله. نتمنى بس ان هو يعني يستمر بالمستوى دوت. ساهم في تأهل منتخب مصر ل عنده بصمه محليه ودوليه يا استاذ لعيب دولي. بص اللعيبه بيبان كده من صغره ده لعيب دولي ولا لا. يعني في لعيبه النجوم في انديتها وبتاع والكلام ده وبتلعب وبتكسر الدنيا في الدوري المصري، ولكن بتيجي عند الماتشات الدوليه ما تعرفش ايه اللي بيحصل لها، يعني تقول عليه ده مش لعيب دولي. رمضان صبحي من اللعيبه اللي بتقدر تقول عليها وانت مغمض لا ده لعيب دولي، ده لعيب منتخبات، ده لعيب يقدر يلعب في اي دوري في اوروبا بكل سهوله. لياقه بدنيه، قوه، مهاره. يعني انا بقى نفسي مارتن يول بقى هنا يبان تاثير مارتن يول على رمضان صبحي. يمكن بدا يبان فعلا تاثير مارتن يول على رمضان صبحي في الماتشات الاخيره، اللي هو لما يبقى لعيب نابغه زي رمضان صبحي وبيلعب جماعي ومدرب زي دوت يبقى موجود بيثقل رمضان صبحي ويعرف يوجهه صح. يعني موهبه زي رمضان صبحي محتاجه مدرب زي مارتن يول، ويمكن ده يمكن من احد الاستفادات اللي استفادها النادي الاهلي من مارتن يول على المستوى الشخصي بالنسبه لرمضان صبحي. عكس مثلا لعيب زي ايمن حفني، لعيب مهاري جدا، هو اللعيب الاحرف في مصر دلوقتي ايمن حفني، ولكن لانه ما تاسسش صح طلع في انديه صغيره، ما كانش معاه مدربين شايفينه بشكل كويس، فتلاقي ايمن حفني من الناحيه البدنيه عنده ضعيفه. فلما تقدرش تقول مثلا ايمن حفني يقدر يحترف في انديه اوروبا، بيعملوا لهم قياسات بدنيه وبيعملوا لهم مش عارف يعني حاجات كبيره جدا، رغم ان هو مهاري ولعيب هو الاحرف بقول لك في مصر، ولكن ما ينفعش يحترف في اوروبا لانه مش هيسلك معاهم السرعه والقوه والالتحامات والكلام ده كله. المهارات دي تجيب معانا هنا انما ما تجيبش معاهم بره. عكس رمضان صبحي لسه لعيب صغير معاه مدرب زي مارتن يول يقدر ان هو يسكله شويه، يصنفر فيه شويه حاجات معينه، يوجهه لشويه حاجات اللعب الجماعي زي ما انت بتقول كده اللي بدا فعلا رمضان صبحي يعملها مع زمايله. ان شاء الله يمكن الكره المصريه تستفيد من رمضان صبحي بشكل اكبر لما يحترف بره ويبقى سفير مميز للكره المصريه في الدوريات الاوروبيه. استاذ محمد، مكليش يرفض التوقيع على عقد او فسخ عقده مع الزمالك بعد الكلام ما اتغير. كان 90,000 دولار، طب خد 60 وخلاص، طب ماشي، طب تعالى وقع على دول 50 وتاخدهم بالجنيه المصري. يعني شايف الموضوع ازاي؟ لا اتمنى ان الموضوع ينتهي بسرعه.
انا طبعا مع ان مع اداره نادي الزمالك تفاصل مع مكليش عشان الشرط الجزائي، تمام. لان في النهايه انت طبعا اقل ضرر بتوفر فلوس لخزينه النادي الزمالك، خصوصا انها فلوس مش هينه، فلوس بالزبط. كتيره. وكويس جدا ان هم توصلوا لاتفاق بدل ما ياخد 180,000 دولار ان ياخد 60,000 دولار. اعتقد ان ده خطوه تفاوضيه كبيره جدا تحسب لمجلس اداره نادي الزمالك، خصوصا ان لازم نتفق ان مكليش فشل فنيا مع نادي الزمالك، او خلاص الانطباع بقى سلبي عنه عند الجماهير وعند النقاد وعند اللعيبه، يعني. خلاص بقى انطباع سلبي، وبالتالي مهما عمل ما حدش هيتقبل منه اي شيء، وبالتالي رغم ان هو سيره ذاتيه كويسه برضه زي ما السي في بتاعه كويس، السي في بتاعه كويس للحق، وسيله ذاتيه مميزه برضه. انا متفق معاك تماما ان السي في بتاعه كويس، بس ما وفقش مع فريق نادي الزمالك، وبالتالي كان لازم الخطوه الصحيحه ان انت تمشي الراجل ده وتبتدي تعيد بقى ترتيب الفريق مرة تانية، ان انت تشوف مين اللي هيجي يمسك الفريق، تتفق مع الصفقات من الموسم اللي جاي. انت لسه عندك بطولة كاس مصر، ولسه عندك بطولة دوري ابطال افريقيا، البطولتين موجودين في الموسم ده، الزمالك بينافس فيهم بقوة وما ضاعوش من نادي الزمالك. وتوصلت لاتفاق مرضي مع الراجل على 60,000 دولار. اعتقد ان كان لازم نادي الزمالك يتمم اتفاقه مع الراجل، ما تجيش بقى في 10,000 و5,000، لان في النهاية بتتكلم على نادي مصري. ممكن الصحف الانجليزيه تتكلم عن المساله ان في نادي مصري بيعمل مش عارف ايه وبيضايق الراجل، يعني في النهايه ممكن الامور تقلب سلبي على نادي الزمالك. يعني خلاص ماتش بعد ساعتين، يعني لو مش موجود على مقاعد البدلاء الحاجات لا بتبقى ثوابت. وهقول لك على حاجه، وانا متاكد ان هم هيخلصوا مع مكليش، يمكن لو مش كمان ساعه كمان ساعتين هيخلصوا معاه النهارده. هي المساله بس بيزهقوا الراجل، هم بيزهقوا الراجل، هو خلاص والراجل مقتنع ان هو يمشي، بدليل ان هو اتفق يعني خفض الشرط الجزائي بتاعه بمبلغ كبير، فالراجل مقتنع ان هو ما عادش له عيش هنا في نادي الزمالك او عيش في مصر، وبالتالي بيطلع هو كمان باقل الخسائر اللي بيحاول ان هو يطلعها من نادي الزمالك. وانا متاكد ان اداره نادي الزمالك النهارده بالليل على الاقل هتخلص الموضوع مع مكليش. استاذ محمد، هل الفشل اللي حضرتك شايفه او النتائج اللي حكمت على مكليش بالفشل يتحملها لوحده ولا في اسباب اخرى؟ بص، انا مقتنع ان الخلل اللي موجود في فريق الزمالك سببه اللعيبه. لعيبه الزمالك بالبلدي كده شبعت نجوميه، شبعت شهره. اللعيبه كانت عندها ميزه الموسم اللي فات، لعيبه نادي الزمالك، ان هم كانوا جايبين حوالي 17 لعيب جديد، كل واحد عنده طموح وعنده رغبه وعنده يعني حماس ان هو يعمل لنفسه قبل ما يعمل لجماهير النادي بتاعه او يعمل لاداره النادي بتاعه مجد كبير. نادي الزمالك الموسم اللي فات غير برضه حوالي 5 مدربين، والناس كلها اتكلمت ازاي بتغير 5 مدربين وكسبت دوري وكسبت كاس، لان الاساس هو اللعيب. اللعيبه كان عندها روح، كان عندها اصرار جوه الملعب، زائد ان كان عندهم نقطتين في غايه القوه، ايمن حفني وباسم مرسي خلصوا ماتشات كتير لنادي الزمالك. لو ماتش خلصوا ايمن حفني، الماتش الثاني بيخلصوا باسم مرسي. عنده حلول، حتى يعني الامور لما بتبقى صعبه عليه من الناحيه الجماعيه والكلام ده كله بتلاقي واحد بيخلص لك، زي ما كان قبلها من جوزيه كان محمد بركات او محمد ابو تريكه، او بعد كده في موسم الشهير راس فلافيو، عرضيه جilberto وراس فلافيو، حلول فرديه بتخلص لك الامور الصعبه. فكان الموسم اللي فات عند نادي الزمالك بجانب اصرار اللعيبه ورغبه اللعيبه كان في ايمن حفني وكان في باسم مرسي. السنه دي بقى في تفكك في اللعيبه خلاص، يعني بشهاده رئيس نادي الزمالك وتصريحات رئيس نادي الزمالك الاستاذ مرتضى منصور، بيسهروا ومش عارف ايه وفي بنات والكلام ده كله، وما فيش التزام يعني بره لما بيخلصوا التدريبات. ايمن حفني اصابات كتيره ومتكرره، مبتعد عن الماتشات وبالتالي مش موجود في اغلب ماتشات فريق نادي الزمالك. باسم مرسي صام عن التهديف، احنا حسبنا له يمكن قعد يمكن دور كامل واكتر من دور كامل، ماتشات يمكن 20 او حاجه و20 ماتش، لسه لغايه الماتش الاخير اللي جاب الباكورد المميز دوت ما جابش ولا هدف لنادي الزمالك. ده بالنسبه لباسم مرسي، وبالتالي انا شايف ان السبب الرئيسي في تراجع مستوى الزمالك هو لعيبه نادي الزمالك، لان اداره نادي الزمالك هي اللي موجوده وهي اللي جابت الدوري والكاس